تتحكمي بقى في الذوق بتاعك، ممكن تعملي ساده، ممكن تحطيه كده في اطباق، ممكن تحطيه في كوبايات. انا حبيت اجرب لك بكل الطرق اهوت. ممكن تقدميه في كوبايات مفيش مشكله اهوت. التزيين هيرجع لراحتك. ودوت اللي انا قلت لكم عليه زي ما انتم شايفين ما شاء الله. انا حطيته في طاجن اهوت، طاجن صغير، وحطيته في الفرن، ما حطيتش اي حاجه زياده عليه. هو الرز، ورحت حطاه في تحت الشعله 5 دقايق. ما شاء الله عمل وش اهوت وعمل لون. اللي هيقول ان دوت قريب من الرز المعمر، لا يا جماعه، دوت رز بلبن. رز معمر خطواته تانية خالص، كله بيستوي في الفرن. هنعمله مع بعض ان شاء الله في فيديو تاني. دوت الرز بلبن بتاعنا النهارده بالكريمه ما شاء الله، وفي الفرن حاجه كده طعم وهم وجميل. ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش بقى تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعارات بوصفات الجديده. لو حابين اي وصفه يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، ان شاء الله نعملها مع بعض. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.